إذا أردت أن ترى في منامك شيئا تحبه أو غائبا عنه أو ميتا تشتاق إليه أو حلا لمعضلة أو مشكلة أو ما تؤمله وترجوه في نفسك، لا تتكلم بعد هذه الصلاة. اجعل هذه الورقة تحت وسادتك، تقول مكررا: يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير، حتى تنام وأنت تكرر هذين الاسمين الكريمين. الراجل دخل في مرحلة من الهذيان، حتى ظن البعض والله إنه مريض نفسي. وهاتان الآيتان الكريمتان تنفعان للآلام البدنية كلها والأمراض الباطنة. طيب أكتب الآيتين في إيه؟ أجيب ورقة وأكتب الآيتين وأطبق الورقة تطبيقة جميلة، ثم أضعها في جيبي أو أضعها في السيارة أو أضعها في الشنطة. شهاب أبو زهو بيبيع للناس الوهم. أيوة زي ما سمعتم، بيبيع للناس الوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربت انت المجربات قبل كده؟ طب جربت تقول يا فتاح 9876 مرة؟ طيب جربت تقول يا رزاق 5432 مرة؟ ولا حتى جربت تقول يا قيوم 654 مرة؟ لو ما كنتش جربت أنا بقول لك أهو اوعى تجرب، لان اليوم معانا احد اعمدة المجربين في العصر الحديث. راجل كله ما شاء الله بركة وتقوى، وهيعلمنا نجرب ازاي مع بعض. المجرب الشيخ شهاب أبو زهو، أستاذ الحديث وعلومه، المساعد بجامعة الأزهر الشريف، خريج كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، زي ما هو بيعرف نفسه بالظبط. شهاب أبو زهو كان زمان ما شاء الله حاجة كده قيمة وقامة، وبيتحدث بالدليل من الكتاب والسنة، وبعد شوية اتجه للصوفية واترمى في أحضانهم. وطبعا انتوا عارفين أنه ما تصوف رجل أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق، كما قال إمام الدنيا الشافعي رحمه الله. وقال أيضا: ما صحب أحد أو ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد إليه عقله أبدا. وكأني بكلامه يرن في أذني كلما رأيت أو تحدثت عن صوفي. اليوم أمام مثال حي على كلام الإمام الشافعي رحمه الله، شهاب أبو زهو، اللي كان بالأمس رجل دين يحترم الدليل ولا يتكلم إلا به، اليوم انقلب رأسا على عقب، بل لا أبالغ إن قلت لكم انقلب إلى مسخ عياذا بالله. وليه فترة كبيرة وأنا أتابعه وأمسك لساني عنه عله يرجع، لكنه ينحدر من سيء لأسوأ، والآن أصبح ينشر البدع والكذب والضلال والأحاديث المكذوبة والموضوعة بصورة لا يتصورها عقل. ليس هذا فحسب، بل دخل إلى مرحلة التأليف، بيخترع قصص وحكايات وروايات غير صحيحة، بل وبينسب أحاديث وروايات وقصص إلى علماء كبار برغم عدم وجودها في الكتب بتاعتهم. الراجل دخل في مرحلة من الهذيان، حتى ظن البعض والله إنه مريض نفسي. والمشكلة إن في ناس كتير جدا بتتابعه وبتصدقه. الناس دي ذنبهم في رقبتنا ورقبة الدعاة والشيوخ والعلماء. يجب على العالم أو الداعية حين يجد من ينشر البدعة أن يسميه باسمه مباشرة حتى يحذره الناس. أصبح الآن عند بعض الدعاة وطلبة العلم في الإعلام حالة من الورع الكاذب، يرى أهل البدعة فيقول نصبر عليهم ونكلمهم بالحسنى ونعظهم بالحكمة. وهذا لا يصح مع أهل البدع، لأن كل يوم بيمر بيدخل تحت ضلالهم آلاف من الناس. فمن سيحاسب؟ من سيحاسب على هؤلاء الذين تعلقوا ببدعة وطبقوها على أنفسهم؟ كما ستسمع الآن، من سوف يحاسب عن وقوع هؤلاء العوام في ضلال هذا الدجال الكذاب؟ الأزهر طبعا غير متفرغ لهذه الأشياء، لأن الأزاهرة ما شاء الله مشغولين بسب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. أما باقي العلماء فأغلبهم، ولا نقول الجميع حتى لا نظلم الجميع، أغلبهم في وادي والواقع في وادي تاني خالص. وأقرب مثال على كلامي ده آخر فيديو نازل على قناة شهاب أبو زهو بعنوان: اكتب هذه الصورة في ورقة وضعها تحت وسادتك قبل النوم، وانتظر رؤية صادقة أثناء نومك فيها ما تريد وتحب. حد بقى يطلع يرد علينا ويقول لنا ده دين أو علم ينتفع به الناس؟ الراجل بيدعو الشركيات عيانا بيانا. أيوة زي ما سمعت، شركيات واضحة. ما هو لما تعلق القلوب والناس تتعلق بورقة يظن فيها النفع وفي تركها الضر، يبقى شرك، بل وشرك أكبر كمان. زي الجهل بتاع زمان كده، لما
لما كان حد يشوف ورقة مكتوب فيها أنا الحاج أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية أو حامل مفاتيح الكعبة المشرفة، وشفت النبي وأخبرني إن اللي هيشوف الرسالة دي وينشرها على 25 فرد سوف يسمع خبر مفرح بعد ساعتين، ويحكى أن شاب تركها وأهملها أو تاجر تركها وأهملها خسر كل ما لديه، وشاب تاني أصابه الغم ومات، وكلام من العينة دي. والواضح إننا بنرجع تاني للخرافات وإحداث البدع والشركيات في دين الله. اسمع يا سيدي تاني مقطع تاني بعنوان اكتب هاتين الآيتين في ورقة واحملهما معك وسوف ترى العجب وتتغير حياتك بشكل كبير. الراجل فعلا بالغ حد من الخزعبلات لا يسكت عنه، وللأسف التعليقات عنده تنبئ بخطر. الناس بتهلل وتكبر وتقول ما شاء الله، واللي كاتبه أنا كنت محتاجة الآيتين دول بفارغ الصبر، والتانية تقول له أنا كنت محتاجة الدعاء أو الذكر ده، والرابع اللي يقول له أنا هجربهم النهاردة، والخامس اللي يقول له يا شيخ جيت في وقتك. وكلام محزن، وكأن الناس لا تحمل عقول ولا تفكر، بل أصبحوا أوعية فارغة مستعدة ومهيئة لكل ما يلقى عليها. إذا أردت أن ترى في منامك شيئا تحبه أو غائبا عنه أو ميتا تشتاق إليه أو حلا لمعضلة أو مشكلة أو ما تؤمله وترجوه في نفسك، 1. صل بعد العشاء 4 ركعات. الخطوة الثالثة لا تتكلم بعد هذه الصلاة. الخطوة الرابعة تكتب سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها كاملة بخط يدك في ورقة. الخطوة الخامسة اجعل هذه الورقة تحت وسادتك. الخطوة 11 تقول مكررا يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير حتى تنام وأنت تكرر هذين الاسمين الكريمين. الخطوة 12 والأخيرة تجعل تفكيرك وهمك فيما تريد أن تراه فسوف تراه إن شاء الله تعالى. آيتان من كتاب الله تعالى من كتبهما وحملهما بارك الله تعالى جميع أحواله ونصره على أعدائه وأعلى شأنه وأتم له أمره وأكمله على أفضل حال وأحسنه، ومن دعا الله بهما استجيب له. وهاتان الآيتان الكريمتان تنفعان للآلام البدنية كلها والأمراض الباطنة. طيب أكتب الآيتين في إيه؟ أجيب ورقة وأكتب الآيتين وأطبق الورقة تطبيقة جميلة، وما فيش مانع إن أنا بعد ما أطبقها أضعها في ورقة أخرى ثم أضعها في جيبي أو أضعها في السيارة أو أضعها في الشنطة. يقول بعض العلماء المحققين مما جرب لإذهاب الخوف والهم والغم أن يكتب هاتين الآيتين ويحملهما، فإن الله تعالى يبارك له جميع أحواله وينصره على أعدائه، ومن دعا الله بهما استجيب له. كلام كله كذب ودجل وشرك بالله العظيم. أي قلب سليم هينكر الكلام ده فورا، مش محتاج والله دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع على بطلانه. أنا حاسس إني بسمع هلاوس من واحد مريض نفسي. يعني حتى يسر جبر أو جابر بغدادي ممكن نرد على البدع بتاعتهم بالدليل. يا راجل ده حتى إبراهيم رفعت بتاع الموالد والحضارات وصوانات العزاء عنده اتزان عنه في الكلام، إنما ده بلغ حد الهذيان. والعجيب إن الناس بتتابعه بتقول له الله عليك يا دكتور. يا إخوانا ده حتى زمان كانوا بيقولوا خلي اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. دلوقتي اللي بيتكلم والمستمع الاتنين محتاجين إعادة تأهيل نفسي قبل التأهيل العقدي. العجيب إن بعض الجهلة ممكن يغتر بكلامه ويقول يا عم الشيخ ده راجل كل كلامه صلاة وذكر وقرآن. هقول لك فعلا اللي يشوف من بعيد يقول كده، لكن في الحقيقة صلاة ليست لها علاقة بالدين، وأذكار مستحدثة ومن صنع المبتدعة، وقرآن يقرأ على غير الوجه الصحيح وبأوقات وأعداد ما أنزل الله بها من سلطان. كلام وأوراد لم ترد عن النبي ولا عن صحابي ولا تابعي بل ولا أحد من العلماء الثقات. الراجل بيتبع شيء اسمه التجربة أو الأشياء المجربة، وهذه طريقة يتبعها الصوفية الدجاجلة المزورون. بيخترع ذكر ويقول لك قولوا 658 مرة، أو اقرأ سورة الفلق 77 مرة، أو قل حزب البحر 33333 مرة، أو قل حزب النار 44444 مرة. والله فعلا ده بيحدث من الصوفية الدجاجلة. وأضف لهذا بقى الصلاة اليسرية والصلاة العظيمية والصلاة البطلمية والصلاة المطلسمة والصلاة المبهمة والصلاة الذهبية والفضية والمسية، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وكأننا بنتحدث في مهرجان القاهرة السينمائي، مش شرع ودين يا اخوانا. دين الله سبحانه وتعالى وشرعه لابد أن يكون حسب الهدي النبوي الشريف. النبي بيقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على رأسه لا قبول له من الله عز وجل. هل بقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله شهاب أبو زاهو وكتب صورة في ورقة ووضعها
حطها تحت وسادته، او كتب ايتين في ورقه ومشى بهم صلى الله عليه وسلم اثناء غزواته او اثناء سيره في اي مكان. هذا لم يحدث من مسلم سليم الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم. شهاب ابو زهو بيخليك تقرا قران وذكر وصلاه واشياء بتشوفها من بعيد عاديه جدا ومقبوله، لكن توظيف هذه الصور والاذكار بالطريقه اللي بيقولها هذا هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد أخبر عن الله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يعني تحديد عدد مرات تلاوة سورة معينة أو ذكر معين هذا كذب وتأليف في السنة النبوية، والأمة مقيدة في الأذكار المعروفة بأعداد وردت إلينا من الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص. وعلشان تقدر حجم الكارثة اللي بنتكلم عنها تعال اقرأ بس عناوين الحلقات والمقاطع اللي بيقدمها، مش هقول لك اسمع، اقرأ كده بس العناوين معايا وستعلم ما أقول. فعلا والله مجرد عناوين الراجل هتعرفك حقيقته. خد عندك يا سيدي أول عنوان: إذا أردت سرعة قضاء حاجتك اقرأ هذه السورة 4 مرات مع الدعاء في غرفة مغلقة وراقب النتيجة. ومقطع تاني بعنوان: في يوم عاشوراء قل هذا الذكر 70 مرة وأبشر بما يحدث لك طوال العام بفضل الله. مقطع ثالث بيقول: قل هذه الكلمات 10,000 مرة في ليلة عرفة ثم اطلب من الله ما تريد أيا كان يعطيك إياه. مقطع عاشر بيقول: لا تفوتوا هذا الدعاء في أول 7 ليال من ذي الحجة، ستنزل عليك الأرزاق طوال السنة ويأتيك الفرج وتقضى حاجتك. ومعظم العناوين عنده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وخطورة الكلام ده يا إخوة إن الراجل بيدعو الناس إنهم يقولوا ذكر معين والخير هيجي لهم على طول. ويجي بقى عم الحاج اللي الدنيا داقت في وشه وما صدق لقى المخرج حسب ظنه، وتيجي كمان الحاجة فلانة ولا الأستاذة فلانة وتقول لك خلاص الحمد لله لقيت حل أخيرا لكل مشاكلي. ويقولوا فعلا الأذكار دي بنية سداد دين أو قدوم رزق أو زواج بنت أو ولد. طيب تخيل بقى بعد ما بقى ده الحل الوحيد قدامهم وبعد ما الدنيا ضاقت عليهم وفعلا قالوا الدعاء ده او الذكر ده او الايات دي بالنية دي ونام وصحى لقى الدنيا زي ما هي والتجربة ما نفعتش معاه، بل ممكن يصحى على مشكلة معينة. انت متخيل كم الانتكاسة اللي هيكون فيها؟ بل ربما شك في دينه وانقلب رأسا على عقب. شهاب ابو زهو بيبيع للناس الوهم. ايوه زي ما سمعتم بيبيع للناس الوهم، زيه زي اي دجال ومشعوذ، بل هو اشد خطرا على عقيدة الناس من الدجال والمشعوذ المعروف لدى الناس حكمه في الشرع. ثم يا جاهل انت وهو، من امتى ربنا سبحانه وتعالى يخضع للتجارب او ذكر قرآن ربنا بيخضعوا للتجارب؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج من عبده لورد معين او ذكر بكيفية معينة ليستجيب له، ام أنه يعطي ويمنع حسب حكمته وعلمه ويعطي ويمنع حسب يقين عبده؟ ثم هل يجوز لك أن تقول للناس صل مقابل مال يأتيك، أو قول الذكر الفلاني مقابل أن بنتك تتجوز أو ابنك يتجوز، أو قول الذكر والدعاء العلاني مقابل أن ابنك ينجح في الثانوية أو في الكلية؟ هذه علاقة شيء مقابل شيء مع الله، وهذا لا يجوز. بل يجب على المؤمن أن يعبد الله فقط، لأن الله هو المستحق للعبادة. لابد أن نربي أولادنا أن يصلي ويصوم ويعبد الله، لأن الله خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض الناس يقول لابنه أو لبنته صلي علشان تنجح، أو صلي علشان يجيلك يا بنت عريس، أو صلي يا ابني علشان تعرف تتجوز بنت حلال، أو صلي علشان تلاقي الوظيفة اللي انت مستنيها. طيب ماذا سيحدث إن صلى ولم يأتيه النجاح أو العريس أو العروسة أو الوظيفة؟ النتيجة هتكون كارثية على اللي ما عندوش ثقافة شرعية أو يقين فيما عند الله.
لأنه سيفقد الثقة في الدين، وربما أساء الظن بربه. هيقول لك أنا عملت كل شيء ونفذت كل حاجة بالحرف الواحد وما فيش تغيير ولا تقدم، وما حصلش أي حاجة من اللي الشيخ المطمطم قال عليها. اوعوا تربوا أولادكم إنهم يتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى في شكل عملية تجارية، وإلا فقد مضمون العلاقة الحقيقية بين العبد وربه. أنا أعبد الله ربي ليس لأني آخذ نتيجة عبادتي منه في الدنيا، ومع ذلك سيؤتيك ما يكفيك وفوق ما يكفيك، لأنه رب كريم واسع العطاء. لكن أصل العبادة إني بعبد ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو المعبود بحق، ولا معبود بحق إلا الله. ثم يأتي بعد ذلك بقى الدعاء وطلب الرزق والذرية والصحة وطول العمر وكل شيء، لكن يتم ذلك من خلال علاقة صحيحة. أنا أعبدك لأنك ربي المستحق للعبادة، ثم يرزق الله عبده ويعطيه أو يمنعه حسب حكمة الله وعدله وعلمه المسبق بحاجة عباده ثم الأنفع لهم. سيبكم انتم من الدجاجلة والمبتدعة عبدة القبور، فهم ليسوا والله على دين ومنهج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لهم الهداية أو أن يريح الله العباد من شرورهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.